في البداية لا تنسى الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس. الدولار ينهار وحالة ارتباك تضرب السوق السوداء. واصلت السلطات محاصرة السوق السوداء وتجار العملة، وهو الأمر الذي أدى إليه تراجع الدولار بشكل كبير. ومن أهم أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء أيضا بيان صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض لمصر، وكذلك قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 8%. ومن المرجح أن يكون قرار المركزي مؤشرا على أن مصر تعمل على تهيئة الظروف لتحقيق انفراجة في المحادثات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار، والذي لم يتم صرف سوى القليل منه كجزء من حزمة أوسع قد تتجاوز 10 مليارات دولار. وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 31 جنيها للدولار، بينما تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك حول مستوى 65 جنيها للدولار الواحد. وكان الدولار بالسوق الموازية في مصر قد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق منذ أيام، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيها، ليخسر الدولار في السوق السوداء نحو 15 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية.